حياتي كلها ما شفتش حاجة زي دي. مش بقول كده عشان أبالغ، أنا شفت قصص في حياتي من وأنا عندي 20 سنة. شفت ناس اتقتلت بطرق ما تخطرش على بال حد، وشفت جرايم فكرت إن اللي عملها مش إنسان أصلا. بس اللي شفته الليلة دي في الدور التاسع في برج مطل على النيل في المعادي اللي خلاني أقف مكاني دقيقتين كاملين من غير ما أتحرك. الجثة كانت فاضية، يعني مفيش جثة. خليني أحكي لك القصة من الأول. الساعة كانت 11 بالليل لما كريم اتصل بيا: شريف، في بلاغ غريب. قلت له: غريب ازاي؟ الجيران سمعوا صوت خناقة وإزاز بيتكسر في شقة الدكتور نبيل. الشقة في الدور التاسع، الباب من جوه كان مقفول. الأمن فتحوه ولقوا دم كتير على الأرض على الحيطة، وإزاز متكسر وشباك مفتوح على النيل. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كاستراما. مقدم شريف الدمنهوري هيحكي لنا قصة من اصحاب القصص في حياته، ويا ريت لو عجبتكم القصة لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ القصة. وصلت الشقة والمكان كان لسه مليان ناس، شرطة وأمن، والجيران كانوا بيبصوا من البيبان. كريم واقف عند مدخل الأوضة الكبيرة ووشه كان عليه تعابير غريبة. دخلت، لا الدم كان كتير، اللي هو النزيف اللي بيموت، وكان على الأرض في نص الأوضة زي ما يكون كان في جثة هنا واتسحبت. وخط الجر ده بيوصل للشباك المفتوح. بصيت من الشباك إن في الدور التاسع النيل تحتنا على طول، بس كان في بقعة مية سودة في قلب النيل. وسألتهم الشباك ده كان مفتوح من امتى؟ الأمن قال أول ما دخلنا كان مفتوح. دورتوا في حاجة تحت في النيل أو على الرصيف؟ لا، ما كانش في حاجة. فتشنا كل مكان وما كانش في حاجة. رجعت جوه وبصيت في كل حاجة ببطء. الأثاث كان شكله كويس، وكان فيه مكتبة كبيرة، صور أكاديمية على الحيطة. الدكتور نبيل حسين أستاذ علم النفس في جامعة القاهرة، متخصص في سلوك الجماعات، وعنده 57 سنة وأعزب. ساكن لوحده من 5 سنين في المكان ده. ولما سألت إن آخر مرة حد شاف الدكتور نبيل إمتى، البواب قال إنه دخل الساعة 7 المغرب لوحده، والباب كان مقفول من جوه بالمفتاح والشابلون. وقفت في قلب الأوضة وحسيت بحاجة غريبة في صدري. مفيش طريقة، مفيش منطق، ومفيش تفسير. دم من غير جثة، شقة متقفلة من جوه في الدور التاسع، ومفيش حاجة في النيل. كريم: يا فندم، الدكتور نبيل ده بيشتغل ايه بالظبط؟ أستاذ جامعي يا فندم، بس قبل الجامعة كان بيشتغل مستشار نفسي لجهاز المخابرات. اتقاعد من الجهاز من 10 سنين تقريبا. طلبت تفريغ الكاميرات البرج كلها. في الصبح لقينا التسجيل، كاميرات الأسانسير مش كاميرات الأدوار، لأن البرج القديم وكاميراته جودتها كانت رديئة جدا. بس المصعد فيه كاميرا واحدة. الساعة 7 المغرب دكتور نبيل دخل الأسانسير لوحده. وشه كان مرهق وكان شايل شنطة وطلع شقته. الساعة 7:15 الأسانسير نزل تاني وكان فاضي. والساعة 9 ل10 بالظبط الأسانسير طلع تاني بس كان فاضي برضه. وبعد دقيقتين الأسانسير نزل، وجوه الأسانسير كان في حاجة ما كانتش جثة وما كانتش إنسان، حاجة ملفوفة في بلاستيك أزرق كبيرة زي ما يكون شكل جسم. واللي شالها ما كانش ظاهر في الكاميرا، كان واقف في الركن الأعمى. بصيت لكريم وسألته: في كاميرا على باب البرج؟ قال لي بس الهارد اتسرق من الأمن امبارح. بصيت له: يعني اللي عمل ده عارف إن في كاميرات قبل ما يجي، ومعاه وقت كافي انه يعرف ان محدش هيفتكره في الاسانسير لانه واقف في الركن الاعمى. وقفت وولعت سجارة. قلت له: ده مش قاتل عادي يا كريم، ده حد مخطط كويس جدا. وبالليل قعدت في شقتي وعلقت ورق ابيض على الحيطة وبدأت اكتب: الجريمة، دم كتير، مفيش جثة ومفيش قاتل، مفيش طريقة واضحة. السؤال الاول: فين الجثة؟ السؤال التاني: ازاي حد عدى من شقة مقفولة من جوه؟ السؤال التالت: مين الدكتور نبيل حسين فعلا؟ الأسئلة التلاتة دول مش سؤال واحد بالصدفة، هما سؤال واحد ب3 وشوش. المشكلة إن السؤال ما تحلش، لأن بعد 5 أيام حصل نفس الحاجة تاني. الضحية التانية كان لواء متقاعد اسمه كمال سعد، عنده 62 سنة، ساكن في فيلا في المقطم ومطلق، وأولاده عايشين خارج مصر. الجيران لقوا باب الفيلا مفتوح الصبح. دخلوا لقوا دم على الأرض وعلى السلم، وما كانش فيه أي جثة. كريم اتصل بيا قبل ما يتصل بأي حد تاني وقال: نفس الحاجة يا شريف. قلت له: كمال سعد ده مين؟ سكت وبعدين قال: لواء متقاعد، كان رئيس قسم في جهاز المخابرات. وبعدين كريم قال: شريف، أنا سامعك، ده نفس القسم اللي كان بيشتغل فيه نبيل حسين. وصلت الفيلا
الدم كان على السلم، خط واضح من فوق لتحت. الباب الخلفي للفيلا كان مفتوح وكان مطل على حديقة صغيرة. الحديقة دي كان فيها سور عالي، السور فيه أشواك معدنية فوق، مفيش طريقة إن حد يعدي من غير ما يتخدش من السلك الشائك ده. بس مفيش أي أثار دم على السور. في كاميرا، كريم قال لي، على الباب الأمامي بس اتسرقت. بصيت في الحديقة وحسيت بحاجة غريبة في راسي، نفس الإحساس اللي بيجيلي لما بكون قربت أفهم حاجة بس ما وصلت لهاش لحد دلوقتي. ولما دورت على اللواء كمال سعد في الملفات، الملف ما كانش متاح بالكامل، بس اللي فيه إنه كان مسؤول عن ملف معين من سنة 1988 لسنة 1997. ملف ايه؟ ملف الجواسيس المزدوجين. رجعت البيت، وقفت قدام حيطتي، ضحيتين، نفس الطريقة، نفس الغموض ونفس الخلفية. كتبت سؤال كبير في نص الورقة: مين اللي بيقدر يخلي جثة تختفي؟ اخدت الملف اللي ما اتحلش ورحت لشخص واحد بس بثق فيه ومعتمد عليه في اي حاجة بتقف قدامي. كان العميد متقاعد صلاح درويش، عنده 75 سنة، قضى حياته في الجهاز وما كانش بيكلم اي حد. ساكن في شقة صغيرة في حلوان من 5 سنين وما بيطلعش منها إلا للمسجد. دقيت الجرس وفتح الباب، ولما شافني بص فيا بعيون ما بتقراش فيها حاجة. شريف الدمنهوري: اتفضل. قعدنا على ترابيزة صغيرة، ما عملش قهوة، ما قالش أهلا، بس ما طردنيش. شرحت له الحالتين، هو سمع من غير ما يقاطعني، ولما خلصت فضل ساكت لدقيقة كاملة من غير ما يتكلم. قال: نبيل وكمال. قلت له: تعرفهم؟ اللي اشتغلنا مع بعض. ورفع عينه وقال: من زمان قوي. قلت له: طب في ايه بالظبط؟ قال لي: في حاجات مش لازم تسأل فيها، في ناس ماتت من زمان بسبب الحاجة دي. سكت وبعدين قام وراح لدولاب خشبي في الأوضة. رجع شايل ملف قديم عليه شريط لاصق، حطه قدامي، ما فتحوش. كان الملف مكتوب عليه سنة 1993. كان في عملية اسمها جوه، بس عملية التبادل مش هقدر احكي لك عنها كلها، بس هقولك انها اشتركت فيها اسماء كتير منهم نبيل وكمال. وايه اللي حصل في العملية دي؟ حاجة غلط وناس اتضرت بسببها. قلت له: مين؟ بص في الملف من غير ما يفتحه: ناس من الجانب التاني. قلت له: يعني جواسيس اجانب؟ يعني ناس كانوا بيعتقدوا انهم امينين واتخدع بيهم؟ قعدت اهضم الكلام. يعني القاتل ده من الجانب التاني او من ورثتهم، طالب بالطار. بعد 30 سنة صلاح درويش بص فيا بعيون هادية وقال لي: الطار ما بيقدمش يا شريف، بس بياخد وقته. خرجت من عند صلاح وانا شايل اجابة واحدة بس وعندي 100 سؤال. وفي العربية اتصلت بكريم، قلت له: محتاج تعمل حاجة. قلت له: كل الناس اللي اشتركوا في اي عملية اسمها التبادل سنة 1993 عايز كل الاسماء. كريم قال لي: ده ملف سري يا شريف. قلت له: عارف، خد وقتك، بس اهم حاجة تجيب لي الملف ده. قعدت الليلة دي في البيت من غير ما انام، مش لاني مش قادر، لاني مش عايز. وقفت قدام الحيطة وبصيت للي انا كاتبه: ضحيتين بنفس الطريقة، نفس الجهة، نفس الغموض. ليه بالظبط الجثة بتختفي؟ القتل بدون جثة معناه جريمة بدون دليل، ده واضح. بس في حاجات تانية، لو في ضحية وفي دم وفي اختفاء يبقى الاعلان عن الجريمة، قصدي القاتل ده مش بيخبي انه بيقتل، هو عايز الناس تعرف، بس عايزهم يعرفوا من غير دليل. ده معناه ان الغاية مش بس القتل، الغاية الارهاب. بيرعب حد تاني، حد لسه حي، وبيقوله: انا جاي وانت عارف مين انا. على الحيطة بخط كبير: الضحايا الحقيقيين مش هم الميتين، الضحية الحقيقية هي اللي لسه حية وبتتفرج. الصبح كريم كان جاب الملف، قعدنا في شقتي وفتحناه مع بعض. عملية التبادل 1993، فريق من 7 أشخاص، الأسماء مكتوبة بالترتيب الوظيفي: نبيل حسين، كمال سعد، صلاح درويش، سمر حلمي، وليد قاسم، وفريدة منصور، وشريف الدمنهوري. ايدي على الملف وقفت. كريم بص فيا: يا شريف، انا سامعك، اسمك في القاي. قلت له: شايفه. في سنة 1993 انا كنت ضابط صغير عندي 23 سنة، بيوظفوني في مهام مختلفة، وفي مرة طلبوا مني اوصل المستندات لمكان معين واستنى ساعة وارجع. مهمة ما كانش فيها اي حاجة وما كانتش بتبين حاجة. ما كنتش عارف ان ده جزء من عملية اسمها التبادل، ما كنتش عارف ان في ناس اتضرت بسببها، وما كنتش عارف الاشخاص اللي معايا اصلا. ما كنتش عارف ان اسمي اتكتب في ملف اي حد يقراه يشوف اسمي جنب 6 تانيين، وال6 التانيين دول 2 منهم ماتوا. كريم
اتصل بصلاح درويش دلوقتي حالا. كريم فضل يرن عليه لكن مردش. خدنا العربية ورحنا على طول لحلوان. وصلنا الشقة وكانت مفتوحة وكانت مليانة دم. دخلت. كريم كان واقف برا، وشه بيقول حاجة مش قادر يقولها بالكلام. الدم كان على الكنبة بنفس الخط المعروف بيوصل للباب الخلفي. الباب الخلفي كان مفتوح. بصيت من الباب لقيت سلم بيودي لحديقة صغيرة. الحديقة فيها باب صغير على زقاق خلفي. الباب الصغير ده كان مفتوح، وفي الزقاق ده لقيت حاجة، ورقة صغيرة وقع على الأرض مش بالصدفة، محطوطة في نص الزقاق. كان حد عارف إن هجيلها. فتحتها، فيها جملة واحدة بالعربي، خط ايد واضح ومرتب: انت اللي جاي يا شريف، بس مش زيهم. انت هتعرف الاول مين انا. 3 ضحايا و3 جثث مختفية، وانا دلوقتي على القايمة. في العربية وانا بسوق حسيت بحاجة ما حسيتهاش من زمان. ما كانتش خوف، انا مش بخاف بسهولة، حاجة اصعب من الخوف. احساس ان القصة دي ليها نهاية واحدة بس، وان النهاية دي مش في ايدي خالص. رجعت شقتي وقفلت الباب. كريم قعد معايا، ما سألش بس ما مشيش. كنت قدام الحيطة ساعتين كاملين من غير ما اتكلم او اتحرك حتى. كريم عمل قهوة وحطها قدامي وقعد جنبي في صمت. كل حاجة من الأول. 3 جثث مختفية. القاتل بيشيل الجثة معاه ليه؟ عشان يخبي الجريمة؟ لا، لأنه بيسيب دم عشان الجثة نفسها رسالة لحد تاني. نفس الأسلوب في كل مرة. والتسجيلات بتتسرق، الكاميرات اتعمل لها دراسة، الوقت محسوب. ده تدريب عالي جدا. الورقة اللي بعتها لي قال اني هعرف مين هو الاول، مش هيجي يقتلني من غير ما اعرف. ده معناه ان هو مش بس بياخد طار، هو بيحكم حكم وبيحكمني انا برضه. الاسماء ال7: نبيل وكمال وصلاح ماتوا. فاضل 4: سمر حلمي، وليد قاسم، وفريدة منصور، وأنا. كتبت على الحيطة: القاتل مش بيقتل الناس، هو بينفذ أحكام، ومحتاج إن المحكوم عليهم يعرفوا ليه. يعني هو اتضرر بشكل شخصي، مش مجرد جهة أجنبية بتطالب بطار. ده شخص خسر كل حاجة بسبب عملية التبادل، وهو عارف الأسماء ال7 كلها. يعني كان جوه العملية دي أو عارف عنها كل حاجة. وساعتها ضربت راسي. الإجابة كانت في السؤال طول الوقت: ليه الجثة بتختفي؟ مش عشان تبعد، عشان تتحفظ. الجثة دليل، والدليل بيحتاج لحد يحتفظ بيه، والحد اللي بيحتفظ بالجثث ده لازم يكون عنده مكان، والمكان ده لو قدرت أوصله هلاقي القاتل موجود فيه. في اليوم ده اتصلت بال3 اللي فضلوا من القايمة. سمر حلمي دكتورة جامعية في اسكندرية، ونبهتها. قالت انها مش مصدقاني، وقالت لي ان انا بخرف وبقول كلام غريب وحاجات من دي. قلت لها اعملي اللي تقدري عليه. وليد قاسم كان رجل اعمال ساكن في 10 من رمضان، رد ووافق يمشي المكان آمن. فريدة منصور ما ردتش. كريم قال لي هنروح نطمن عليها. قلت له انا هروح، انت هتعمل حاجة تانية. قال لي ايه؟ قلت له هتفضل هنا وتدور على اي عقار مش مستخدم في القاهرة الكبيرة، مخازن، مباني قديمة، اي حاجة تأجرها حد او واحد في الفترة من 2 لحد دلوقتي. قال لي ده في مليون مكان بنفس النظام ده. قلت له ضيق، فضل الاماكن القريبة من محل الضحايا ال3: المعادي او المقطم او حلوان. كريم بص فيا: شريف انت بتفكر في ايه بالظبط؟ قلت له بفكر ان الجثث مش اختفت، هي موجودة وفي حد شايلها عنده. رحت لشقة فريدة منصور في مصر الجديدة. الباب كان مفتوح. قلبي وقف. دخلت بايدي على سلاحي. هادية، مفيش صوت ومفيش دم ومفيش حاجة مكسورة. وفريدة منصور كانت قاعدة في أوضة الأكل لوحدها، ترابيزة قدامها كوباية شاي باردة، شايفاني وهي مش مندهشة. قالت لي كنت مستنياك. فريدة منصور دي عندها 55 سنة، شعرها أبيض وقصير، وعيونها هادية بشكل مش طبيعي. بتتكلم بثقة ناس اللي ما عندهاش حاجة تخسرها. قلت لها عارفة ان في حد بيدور عليكي؟ قالت لي عارفة من الأول. وما مشيتيش؟ مفيش فايدة. بصيت فيها وقلت لها ليه؟ ما ردتش على طول. بعدين قالت لأن هو مش هيوقف. قلت لها طب مين هو؟ رفعت عينيها: انت عارف السؤال الحقيقي مش مين هو، السؤال الحقيقي هو ايه اللي خلاه يبقى كده. قلت لها احكي لي. وراحت للشباك، بصت في الشارع وقالت سنة 1993 عملية التبادل كان المفروض يكون تبادل بسيط، معلومة مقابل معلومة، بس اللي حصل المعلومة اللي اتسلمت من ناحيتنا كانت غلط عن عمد أو بالغلط.
ده اللي اختلفنا فيه احنا السبعة من وقتها. وايه اللي حصل بسبب المعلومة الغلط؟ حد من الجنب التاني استند عليها وانكشف واتقتل. الأوضة اتصغرت حواليا. قلت لها ومين الحد ده؟ فريدة اتحولت وبصت لي. أبو اللي بيقتلنا دلوقتي. رجعت للشقة والدنيا كانت فجر. كتبت كل حاجة على الحيطة. القاتل حد خسر أبوه بسبب عملية التبادل 1993، يعني عنده دلوقتي حوالي 35 ل 40 سنة. مدرب لأن الأسلوب عالي جدا، عارف الأسماء السبعة، يعني وصل للملف بطريقة ما. الجثث بيشيلها معاه عن عمد. عشان ايه؟ عشان يكمل الحكم زي ما ابوه اتجمع بيه. هو بيجمع المحكوم عليهم. فاضل انا وسمر ووليد. سمر في الاسكندرية ووليد في مكان آمن، يعني هيجي لي أنا الأول عشان أنا الأقرب والأسهل وصولا. بس قال في الورقة هتعرف مين أنا الأول، يعني هو مش جاي يقتلني من غير ما يكلمني، هو عايز يحكم قدامي، عايز أسمع الحكم، ودي هي الفرصة الوحيدة. اتصلت بكريم الساعة 5 الصبح. لقيت حاجة في البحث؟ يا فندم، مخزن في حلوان اتأجر من 1.5 سنة. المستأجر اسمه وهمي، بس في فاتورة كهرباء ان الاستهلاك عالي بشكل غير طبيعي. قلت له ابعت لي العنوان. كريم قال لي شريف انا جاي معاك. قلت له لا. قال لي مش هسيبك. قلت له الموضوع ده لازم يكون فيه واحد بس، لو في اكتر من كده هو هيحس بينا وهيختفي والفرصة دي مش هترجع. قال لي ابعت لي اشارة كل ربع ساعة. قلت له حاضر هبعتها. رحت حلوان الساعة 6 الصبح. الشارع فاضي والهواء بارد. المخزن كان في آخر الشارع ضيق، شكله بنى قديم من الخمسينات. الواجهة ما كانش فيها حاجة تلفت النظر. الباب كان مفتوح. زقيته ودخلت بإيدي على سلاحي. المخزن جوه كان مش زي بره خالص، كان نظيف ومنظم وإضاءة بيضة في الجانب اليمين، وكان فيه 3 ترابيزات جنب بعض متغطيين بقماش أبيض شكلهم معروف، الجثث. وفي الجانب الشمال كان فيه مكتب صغير عليه لابتوب وأوراق وصور، وقاعد على الكرسي ورا المكتب راجل شاب بالكتير 30 سنة أو 35 سنة، ملامحه هادية بشكل غريب بس ما كانش فيه خوف حقيقي. بيبص فيا كأنه هو اللي كان مستنيني. قلب هدوء. اتأخرت شوية. مسكت سلاحي وقلت له ارفع ايدك. رفع ايديه ببطء ما قامش. قلت له اسمك ايه؟ قال لي طارق يوسف نجم. الاسم ممكن يكون عدى عليا بس مش فاكره، بس وشه قال انه جاد وانه مش خايف وانه عارف ان الوضع ده ممكن ينتهي بموته وهو قابل الوضع ده اللي هو النوع البارد ده، اخطر نوع من الناس. قلت له عارف انك قتلت ناس؟ رد عليا وقال لي ما قتلتهمش، انا عدمتهم. قلت له مش انت اللي بتحكم،